يسر قناة السنة سفينة نوح المغربية أن تقدم لكم هذه المادة. وعليكم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ. الله يحييكم. بارك الله فيكم. وإياكم، الله يحفظكم. كنت أريد فضيلة الشيخ حسن بارك الله فيكم. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا. الله يحفظك يا أخي. الله يبارك فيك. تقبل الله منا ومنكم. تقبل الله منا ومنكم يا رب صالح الأعمال. آمين يا رب. على طول عشر صيام القيام، ربنا يرفع عنا الأمة. اللهم آمين. يثبت على خلقنا وشر على أعدائنا. نعم تفضل. الله يبارك فيك يا شيخ بارك الله فيكم. أنا اتصلت بك قبل يومين وسألتك عن محمد بن هادي وخالد عبد الأعلى، وقد تكلمت فضيلتكم ويعني ذكرت لي أن محمد بن هادي مخطئ في كلمة صعافقة، وذكرت لي أن خالدا أيضا يعني أنت حذرت منه بسبب تأييدي لمحمد بن هادي في هذا، ولكن يعني فصل الخط قبل أن أستأذنكم في النشر. بارك الله فيكم يا شيخ. لا مش هذا الكلام. ولا أنا المنشور وانفلت وقلت كثير. نعم. إن كل إنسان يخطئ ويصيب. نعم. حتى العالم، حتى طالب العلم كله. نعم. ولكن طريقة عرض الموضوع اللي عملها من غير ما يصير إخوانه محمد بن هادي عمل فتنة في العالم الإسلامي كله. نعم. السلفيين. نعم. بس الربيع عشان كده حذر منه حتى يرجع عن الحاجات. نعم. لكن عمل أهل علم مش راجل يعني جاهل. نعم. لأنما أخطأ في هذا الموضوع. نعم. وما خطأ في عرض الموضوع. نعم. كان يجب أن يسأل إخوانه عشان لأنه طريقة حكيمة قدر الله مش هتعرف. نعم. بارك ده الله. الكلام اللي هو ده اللي حصل. نعم. جزاكم الله خيرا يا شيخ. وبالنسبة بارك الله. وبالنسبة لخالد عثمان أنت قلت أن حذرت منه بسبب تأييدي لمحمد بن هادي في هذا. نعم. طول ما يتكلم في الكلام ده أمام يتكلم في العلم لو أخذ عليه. نعم. يعني أنتم تأخذون بتحذير الشيخ ربيع في خالد عبد الأعلى. نعم. نعم. بارك الله فيكم يا شيخ وجزاكم الله خيرا. تقبل الله منا ومنكم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة. آمين. يعني تأذن لنا في النشر يا شيخ بارك الله فيك. نعم. تأذن لنا في النشر إن شاء الله. إن شاء الله. أي بتاريخ اليوم السادس من رمضان بسنة 1441. شكرا يا شيخ بارك الله فيك. الله يجزاك خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.